عارفه منى جايبه ولا لسه؟ وعيد اسمه يلا عودين البتنجان. ايوه عيد غايبه. خلاص ماما. نعم. عيد. بيلعبوا معاك بهزر معاك. انت البطيخه الحمد. انت البطيخه الصفر. وتعبي ايه بس؟ والقلقاسه جت اهي. يلا يا عيد. ودي كعكه اللي واقفه هناك دي. دي ايه؟ ايه مع القلقاس؟ في حاجه تانية بتبقى مع القلقاس ايه؟ خبيز. ساسوها خبيز. يلا يصعد هنا. معترضه على اللعب. بطيخة زرقاء ما بتلعب، وبطيخة سوداء بتلعب، وبطيخة حمراء بتلعب، بطيخة صفراء بتلعب. دايما معترض. استني أمي يا حو، اقعدي انت يا حو. تعالي يا زويا. تعالي يا حو. مش لا هي دي ما ملذات ومفرقات الجماعية. دايما معترضة. بنت بحرف العين. مثلا هاتي اسم واحد. عين. مثلا علا. انت بتغششيها. عبير. عفاف. ماشي. أميلي ولد بحرف الألف. أيوة. شاطر. بنت بحرف الواو. ودي. اقعد. ورد. باء ايه؟ بطة. شطور. يلا يا عين. بتدي كل واحدة على قد سنين. ولد بحرف العين. انت. عين. عين. قولوا. برافو عيد برافو. قومي يا زهر. وانت ما بتشتغلش معاهم ليه يا؟ لا ده بيشتغل مع ست. انت يا ابني. لا خلاص هيشتغل مع ست. ماما الكاف والحديد انا ماليش دعوه. انا مش مسؤول. انا ما اعرفوش وقت علاقتي بيه. انا عندي الكف هنا. مين اللي جابوه هنا تاني؟ اهو فاضل معاه الحديد التاني. قالوا لي اسم بنت بحرف الألف. قلت لها أمين. برافو. ما جبتيش ان انا بنمشه ليه؟ ايه؟ ما جبتيش ان انا بنمشه. اهو ما انا جايباك اهو. ماشي. ماما بنمشه شويه على الخلطه شويه ميه عشان الرده يا جماعه والسرسه والعيش ما يشحطروهوش الطيش. لما بيبقى مبلول كده ما بياكلوه على طول كله ببعض. مش مبلول قوي ان هو يتعبهم يعني يا دوبك كده يبقى مرطب. ما فيش ما بيخليش. يخلي ليه يعني؟ لازم يعيد جده. كسكسه كده. كسكس. تنمشيه زي الكسكس. بس يلا. لا هو مبلول يتعبهم ولا هو ايه ناشف يفرفط كله. يلا يا ستي. صح. يلا يلا. ناخد بالي شويه هنا. نعم. طلعت. مين؟ طلعت. هو اللي طلع. دول مين؟ ادخلهم احط عليهم عليقه كتير وادخلهم البطن جاهزة يا حو. هيفضلوا حصيرة ويقعدوا عليها. حصيرة يقعدوا كلكم عليها. الحصيره اهي. فلوشيها يا بنت وقعدي. لا دي وديها مكانها عشان ما تضيعش. روحي. روحي يا طق. روحي يا طق ما بترجعوش حاجة مكانها يا طق. يلا. يلا. حطيتي الدول على شوية عليها ولا ما حطيتيش؟ لا حط لهم كتير. حطهم عليها كتير. بس انا اكتر دول شويه عشان لسه صغيرين. ماشي. البتاع ده بيبقى تقيل عليهم لسه. هو بس عايز الكبير اللي زي ده هو اللي ياكل ايه؟ عايزين نشيل وزن بقى. ماشي. يما بعد مامي بقت يما. يما منها. طيب. خليهم زي ما هم هنا. استني يا ماما اقف اما اخد لك صوره. بيشحطروا قوي. بصي. تعالى يا محمد في الطيور تعالى. تحس ان هم بدأوا وشهم يحمر كده ويبان عليهم الخير. يردوا.
وزوز. انا جيت امبارح لقيت البتاعه خلصانه ميه. بص خلصوها مليتها على خير. خلصوها عشان كده هما بيشربوا ميه كتير. عشان البتاع حامي اه زي البطل بالظبط ايوه. بيشيل ميه. ولا بحرف الميم. انت سالتك اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ مريم. ماشي يا مريم. خدي شوف، الابله بتاعتهم. التغذيه جت يا بلاد. التغذية. التغذيه جت. خدي بقى ايه قشري واديهم بقى. انت الابله ماشي. تغذية بطاط. برتقال تغذيه ولا مش اللي تغذيه؟ هيجاوب هشر ايوه. وياه. ماشي. ايه؟ هشر. ايوه البرتقال ريحته حلوه يلا. ماشي. هات لهم سكينة يا طارق. ازيك ما عاملة ايه بعد الكارثة بتاع امبارح؟ ما كانت مأساة وحروق كانوا بيعملوا ايه؟ في المعجنة اللي كانت بتعمل. انا شفتيهم هما بهدلوا ما السلم. عرفتش اكلمهم. السلم والمنظرة ووز. حتى ما عرفتش اقول لهم انتوا بتعملوا ايه. يلا اللي هيجاوبها هقطع. ماشي. مش عايز اشوف وش واحده. محمد عيال ده حازم خليك اللي تطلعي هيجاوب. شوفي عيالك والمصايب اللي عاملينها. انتوا بتتكلموا على لطيف. قول محمد. محمد شاطر. عايز برتقال. الماشي. سقفولي. الماشي. ما هو بيقول ماشي على طول. يلا. اقعد يا عم. عشان حرف الميم. شاطرين شاطرين شاطرين. بصي بقى يا ماما في تعليقات. احنا هنردوا على كل الاسئله اللي جات لي على تسيح السمنه. واللي ليه سؤال في اي فيديو بنعمله يبعته وانا هرد عليه على طول في فيديو تاني. مش هينفع الكتابه لان انا يعني ما بنفضوش قوي يا جماعه. لكن ان شاء الله نعمل الفيديو ونرد على الاسئله للفيديو اللي قبل. بيقول لو سمحتي يا حاجة أنا سيحت سمنة جاموسي من 4 شهور بس للأسف ريحتها بقت زي المزرنخة وكمية كبيرة 6 كيلو. مستحرمة ارميها لها حل ولا خلاص كده باظت لازم تترمي؟ يا ريت تفيديني أعمل إيه؟ انت كده يبقى ما سيحتهاش قوي. بعدين 6 كيلو ازاي يعني؟ احنا لما انا نسيت اقول لكم المعلومه ان السمنه بدل كتير بتحط عليها ملح خشن وتدعكيها في الملح وتخلي الملح ياكلها يومين 3 اسبوع على رف الثلاجه بدل كميه كبيره. لكن لما بتبقى مثلا كيلو او 2 انت هتستعمليهم في شهر او 2 ده مش مشكله. فما نحطش عليها ملح. لكن الملح صابون السمنه يا جماعه. والملح الخشن بالذات يعني جيبي ملح العربي الخشن وان ما لقيتيش اعملي بالناعم بس خدي بالك وانت بتسيحي تقلبي على طول عشان ما تلزقش منك وتتحرق. السؤال بقى رد السؤال ده هتجيبي ملح وتحطيه على السمنه تفضيها كلها في حله وتجيبي ملح وتحطيه على السمنه. قد إيه ملح ماما؟ يعني جيبي مثلا كيس ملح كده ولا كيسين ده 6 كيلو يعني اقل حاجه برطمانين. كيس ملح 2 هتحطيهم على السمنه وحوالي كيلو لبن حليب وتقلبيه تحطيه على السمنه وتحطيهم على النار لحد ما تسيح خالص وتحس ان اللبن كمان خلاص بدأ بردك يصفر كده وخلاص وعمل. ان شاء الله تسيحيها وتفضيها وتبقى حلوه ان شاء الله. بس على ما اعتقد السمنه بدل زرنخت كده ممكن تكون مغشوشه. ان تكوني بس جيبي من حد مضمون لان ممكن يكون مدخلك فيها مثلا دهن سمنه صناعي. دلوقتي الغش بقى كتير. السمنه البلدي بالذات تدود وما تعملش ريحه. يعني يعني لما تبقي سايبه سمنه زبده ممكن تلاقي فيها دوده يعني تدود. لكن تزرنخ لا ما. فهي ممكن تكون عليها حاجه تانية غريبه تانية مش مضمونه. ولو مضمونه انت ما حطيتيش عليها ملح وسيحتيها. حط عليها الملح حط عليها اللبن وسيحيها وان شاء الله ريحتها تتعدل وتبقى كويسه باذن الله. في تعليق بتقول لك لو سمحتي يا حاجه انا ممكن اعمل اوردر سمنه وبكام الكيلو؟ يا حبيبتي على عيني والله على عيني. بس احنا والله يعني المسافه بعيده ومشوار واحنا بيننا وبين مصر حوالي ساعتين ونص على ما توصلي بس اول القاهره على الطريق الجديد. فمشوار. بعدين احنا حاليا ما عندناش يا جماعه احنا شاريين السمنه. انا شاريه السمنه والله لان انا البهايم الجاموس ما بعملش سمنه الا من البهايم الجاموس والبهايم الجاموس لسه ما ولدتش. وبعدين بتيجي يا دوبك على القد بيتك وحالك ما عنديش يعني البهايم ان هي تعمل. لكن انا لو انا في دماغي ان انا ابيع سمنه او اجيب سمنه ممكن اجيب سمنه مضمونه واوصلها لحبايبي. لو عملت كده هقول لكم ان شاء الله ان شاء الله. بتقول لك طيب لو سمحت انا لو مسيحه سمنه ومره اعمل فيها ايه؟ برضه تحطي اللبن
وحطي لبن حليب عليها، وتحطي وياها بطاطسايه تقشريها وتغسليها وتحطيها بحلقه في قلب السمنه، وان شاء الله باذن الله تشد المراره منها باذن الله. بس الملح يكون خشن، ملح لبن، وحطي كمان بطاطسايه بتشد المراره. حتى البطاطس لما تبقى الزيت مش كويس تلاقي طعم البطاطس فيه الحاجه اللي مش كويسه، فهي بتشد البتاع. تلاقيها البطاطسايه قشريها، يا تحطها على بعضها، يا ما تفلقيها اتنين وتحطيها، تحطي اللبن وتحطي الملح، وان شاء الله باذن الله المراره تروح. دي واخده علاج كتير، دي جاموسه واخده علاج كتير. من عادتنا يا جماعه البهيمه لما بتاخد علاج بنحلب اللبن ونسمي نرميه يا في البحر يا جنب الحيطه، يا اما انا اسيبه يروب عندي للطيور تاكله، لانه كله علاج فبيمرض، ما بتقعدش لازم تمرض. في حد بتابع يقول لك حضرتك حطيتي ملح وانت بتسيحي السمنه ولا لا؟ ما انا قلت ان هي حبه صغيره ومش مستاهله ان يتحط فيها ملح، فما حطيتش ملح، وانا عارفه ان هي سمنه مضمونه وسمنه حلوه، فانا سيحتها بس. مش عارفه انا لازم اشفيها عشان مش بتكون نضيفه. يعني ايه اشفيها؟ اصفيها. ممكن اصفيها، بس هي الحرف الجا غلط. ممكن تصفيها عادي، تصفيها. لكن انت شفت السمنه بتاعتي نازله زي الزلال ما شاء الله، ربنا يبارك لكل حي يا رب. بلدنا سمنتها يا جماعه سمنه رقد، ما هيش خط وما هيش سمنه قرب ولا سمنه مكن، سمنه رقد بترقد اللي بتحط شويه اللبن يروبوا براحتهم، بتاخد قشطتهم بتطلعها، فبتطلع الصافي منها، ما بتبقاش فيها اي حاجه ثانيه، ما بيبقاش فيها خض، ما بيبقاش فيها لبن رايب، لان القربه بتضرب ده في ده، لكن احنا لا، السمنه بتاعتنا رقد. فين قناتك الجديده بتاعتك يا حاجه؟ ما هي دي خلاص يا جماعه بقت قناتنا، احنا بننزل عليها بس كبروها، واحنا دي بتاعتنا، وهتبقى هي بدل البيت خلاص يعني مع بعضنا هنا. قناه تغريد عندها قناه يا جماعه اسمها علي ومحبوب عيد، وغاده قناتها اسمها يوميات الريف والمدينه مع غاده، وحازم من قلب الريف، ومحمد عيد. ان شاء الله هتبقى محمد والعيله، او محمد، هي اسمها محمد بس، اسمها محمد بس، ان شاء الله هتلاقوها في اول تعليق مسابقه. هنكملوها بقى محمد والعيله، اي حاجه تانية عشان تنعرف باذن الله. خليكم بقى معانا في اللايكات. مين اللي ما حطش لايك لحد دلوقتي واشتراك؟ مين من حبايبي؟ لايك يا جماعه، لايك واشتراك عشان نكبروا، عشان كل حبايبي يستفيدوا من المعلومات. انا والله اللي ربنا يقدرني عليه او اللي انا متعلماه ما بستخسروش في حد، بقول المعلومه على طول، لا بغلب حد ولا حاجه، السؤال ما على طول، حتى لو في معلومه يمكن بقولها في اول الفيديو. جربي يا ست محمده الحلبه تتحمص وتطحن وتتحط مع السمنه، تدي طعم وريحه للسمنه، وكمان الريحان يتحط بعد ما تطفي النار على السمنه. طب وليه بقى؟ ما هي سمنه بلدي اصلا ريحتها متعه، السمنه البلدي اصلا ريحتها متعه، ريحتها بس كده كفايه انك انت تشمي الريحه البلدي دي. لكن انا جايبه سمنه وسمنتي مضمونه، انا هحط عليها ريحه ليه؟ خلاص ريحتها حلوه. وممكن بقى انت بتشتريها عشان تبقى لها، ممكن بيبقى ملخبطه بقى هولندي، ملخبطه علب، فانت بتحطي بقى عشان تديك الريحه الحلوه. لكن السمنه البلدي ما بعدها ريحه، الحاجه الطبيعيه يا جماعه ما في احلى منها خالص. احط انا بقى شويه ريحان لما اكون اعمل مثلا مكرونه، احب احط اديها بقى الطعم اللي انا عايزاه في الاكله اللي هي طالباها. في تعليق يا ماما جميل قوي من ملك جمال، بس بتقول ايه؟ ادعوا لي لماما محمد جمال ربنا يكتب لها الحج هذا العام ان شاء الله. يا رب دعواتكم يا جماعه. يكتبها لك، يكتبها ويكتبها لكل مشتاق، واكتبها لي انا يا رب، انا اروحها يا رب. اللي بيروح هناك يا جماعه ما بيسلاش، يا رب تكتب لي حج وعمره ان شاء الله، وان شاء الله عمره رمضان باذن الله يا رب، السنه دي عاجلا غير اجل. وعشان ما ننساش يا جماعه دعوه حلوه لابني عبد سلام، ده ابننا ومحب لينا من السعوديه، مريض، دعوة حلوة من حبايبي، ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض وكل عيان، يا رب تشفي كل مريض وكل عيان يا رب. وابو جهاد انا قلت قبل كده في فيديو تاني، انت بتقول تعليقات وما بنعملش الا التعليقات والاشتراكات حتى اسامنا، لا يا ابو جهاد احنا عارفينك وعارفين تعليقك وبنستناه، انت وابو طلال كل حبايبنا مستدامين معانا في التعليقات، انا بشوفهم وبيبقوا موجودين وبدور على تعليقه لما اشوفه، ويمكن بندعو لكم بربنا يكرمكم كده ويرزقكم ويديكم ويراضيكم ويكبر خاطركم زي ما انتم جابرين خاطرنا وواقفين في ظهرنا. في تعليق اسمه امينه صلاح بتقول انا زعلانه منكم، حضرتك بتقولي اللي بيطلب منك حاجه انت بتعمليها.
تعمليها له، بس اللي من السعوديه، اللي من الدول العربيه، انما اللي من مصر للاسف لا. بس انا بحب اتفرج عليك، ولما طلبت منك جبنه قديمه انت واميره من غاده للاسف الشديد ما ردتوش عليا، رغم ان انا طلبتها وهدفع فلوس. بس على العموم ربنا يسعد قلبك، لانك بتفكريني بامي، ما تزعليش من كلامي عشان انا بحبك. لا يا حبيبتي ما بزعلش، بس ما تظلمينيش. مش للسعودية بس ولا الإمارات بس ولا أي دولة عربية، أنا بودي لمصر، حتى بقى أجيب الزلع وبعملها وبوديها بجبنتها يا جماعة. بس اللي متواصل معايا، أنا مش هتواصل مع حد على القناة، أنا مش هعرف مثلا جايلك 300 400 تعليق أنت مش هتشوفي حاجة. لكن اللي ربنا بيكرمه وبيعرف يتواصل معانا على الخاص، أو بنشوف تعليقه بالصدفة، يمكن كل اللي احنا شفناهم وتواصلنا معاهم دول بيبقوا العيال بيمنتجوا، بتيجي الرساله قدامهم فبيشوفوها. لكن احنا في شغلنا في حالنا مش ماسكين التليفونات وقاعدين، فما تزعليش، وزعلك وعتابك على راسي. وانا لو انا طول اجي اودي لك الجبنه لحد عندك وسمنه وكل حاجه، بعمل فطير لمصر، بعمل جبنه لمصر، بعمل سمنه لمصر، بييجوا يقولوا احنا لمنا سمنه يا حاجه، بلمهم واودي لهم. لو هم هيجي ياخدوها اوصلها لهم للقاهره، اوصلها لهم، كل واحد وبظروفه. انا ما بحش نفسي عن اي حد، مصر او غير مصر. مصر هي بلدي، هي فخري، هي مصر، هي امنا، مصر هي سندنا وظهرنا. مصر ام الدنيا. ازاي يعني؟ ازاي المصريين استقل بالمصريين؟ لا والله، هم الحبايب العرب، المسلمين كلهم حبايب، العرب كلهم حبايب، الاخوه المسيحيين برضك كلنا حبايب واخوات وعايشين ويا بعض هنا. لكن غصب عننا التواصل لما بيجي بالصدفه بنتواصلوا، ما بنأثرش في حد يا جماعه. سعودي في كتير من السعوديه بيطلبونا ومن الامارات، ما بنشوفهمش وما بنعرفهمش وما بنعرفوش نتواصل، وما بيعرفوش يتواصلوا معانا. فمعلش ما حدش يزعل، وزعلكوا على راسي من فوق. والجبنه القديمه طيب اتواصلي على الخاص يا ستي، واحنا ان شاء الله نودولك الجبنه القديمه، ولو عايزه زلعه اوديلك زلعه كمان واعملها واوديكها زي ما بعمل. انت بتشوف الزلعه الصغيره اللي بعملها، والله بعملها وبتروح للحبايب. يا حبولي الحاجه العسل مش ممكن تعيش من دون الاميره يا جماعه، انا عارفه. عدلت الياقه، شفت حد شاف اللحظه دي؟ كانت عايزه حد يشوف. لا والله ربنا يخليها لعيالها ويبارك لها فيهم ويجعلهم بارين بيها. أميرة وأميرة فعلا، ربنا يخليها. يمكن هي عوض ربنا عليا، يمكن اللي أنا عملته عدل في مرات ابني. الحمد لله فعلا، اللي بتزرعه بتلاقيه، واللي بتحصده بتلاقيه. ازرع خير في أراضي الخير يخضر في أراضي. أنا زرعت الخير لغيري وربنا اداهولي. هي النار ما بتاكلش حطبها كله يا جماعة. عندي برضك اللي تعبني وتعبني وزعلني قوي، لكن الحمد لله النار ما بتاكلش حطبها. ادعوا لمحمد عيد بزوجة صالحة عشان النار ما تاكلش كتير ان شاء الله. في تعليق بتقول ايه؟ ده واجب عليكم وده رد جزء من جمايلهم. بارك الله في اهل السعوديه اهل الخير. والله يا جماعه مش عشان اقول لكم حاجه، انا بروح السعوديه بيبقوا شايليننا من على الارض شيء، بيبقوش عارفين يعملوا لنا ايه. يتصلوا ويبعتوا لنا، يعني مش هقول لك بقى، يعني يبعتوا لنا اكل، يبعتوا لنا السواقين يودوا. الوحيده اللي رحتها اللي طلعت بره بلدي هي السعوديه، وشفت كرم فيها وكرم اخلاق وكرم ضيافه وكرم ناس حلوه. كل اللي قابلتهم، كل اللي وقفوا جنبي، ربنا يخليهم ويبارك فيهم يا رب ويديهم ويرضيهم. فانا بقى اللي بيقولوا ايه، اللي ليه واجب ليه احسن منه، واللي ما يحس بالجميل ما عندوش احساس، وانا اجملهم فوق راسي من فوق. لو سمحت، اذا الزبده صار فيها ريحه اكل من الفريزر كيف اعالجها؟ بردك الملح واللبن، وان شاء الله وبطاطسايه هتشد لك كل حاجه باذن الله. واللي يعمل الحاجه وتبقى حلوه يرد عليا عشان نقوله لحبايبنا، عشان حبايبنا يقولوا صح يا حاجه. ماشي. الملح امتى يتحط على السمنه؟ اول ما تشتريها، انت بتجيبيها من مطرح، من وقت ما تشتريها بتبقى لسه مجمده، فضيها في حله، طلعيها من الكيس بتاعها وفضيها في حله. لما تحس ان هي خلاص ساحت، رش الملح ودعكيها قوي، يعني ادعكي فيها كأنك بتعجني خالص كده. خلي الملح يخش في كل حته فيه، ودمدميها خالص كده اهوت، وبلطيها في الحله او في الطبق اللي انت عاملاه فيه، حطيها على رف الثلاجه اسبوع وما تخافيش. طب لو هي هتعينها زبده في الفريزر؟ لا الزبده بقى هي بتتشال زي ما هي. طيب لما تيجي تسيحها بقى، لو هي جايباها زبده زي ما هي وجايه تسيحها على النار، تحط الملح اول ما تحط السمنه ولا لا اول ما بتطلعها بردك، تطلعها تفك.
وبعد كده تحط عليها السمنه وتفكها كده وتقعدها يوم في حط الثلاجه. عليها الملح. وتدعكها ببعضها وتقعدها يوم، وبعد كده تقدحها، لان الملح بيشد القتاته، بيشد الغطاطه، بيشد اي حاجه. ما ينفعش تحط الملح وهي على لا النار؟ اصل ليه لازمه بقى؟ انت عايزين السمنه نفسها تاكل من الملح، اما تيجي تدوقي حته السمنه تلاقيها حادقه. السمنه نفسها. ام الاحباب، وش بتسوي بهذه الزبده؟ بتعملي ايه بالزبده؟ كل حاجه بنعمل كل بها حاجه، كل بنعمل الأكل. بها رز، نعمل بها الفطير، نعمل بها المكرونه، نعمل بها كل حاجه. نعمل بها القراقيش، القرص الطريه، سيحها وعينها ونعمل بيها كل حاجه. ولعلمك السمنه البلدي والدهن الدهن اللي هو بتاع البهايم او الغنم ما بيعليش الكوليسترول يا جماعه، حلو. لكن السمنه المهدرجه الثانيه دي هي اللي بتعلي، والزيت هو اللي بيعلي الكوليسترول. وهنقوله بقى زيت زيتون بس غالي، يمكن السمنه البلدي ارخص من زيت الزيتون، زيت الزيتون غالي. بانك السمنه الجاموس نفس طعم السمنه البقري ولا مختلفه؟ وهي اتقل ولا اخف من السمنه البقري؟ لا اتقل من السمنه البقري، والبقري اخف شويه، بس دي طعم ودي طعم. السمنه البقري في الرز وفي الحاجات دي خطيره ملهاش حل. السمنه الجاموس بقى في المحاشي في اي حاجه طبعا طعمها جميل، في العجين طعمها جميل، في كل حاجه طعمها حلو. لكن البقري اخف من الجاموس. انا قلت للاميره يلا نشوفوا حبايبنا نردوا على التعليقات، عشان اللي بتقول لي يعني بالله عليكي ترد عليا. فانا جيت لك اهوت يا ست لحد عندك قدامك اهوت، وبقول لكم اي حد ليه سؤال وانا اقدر اعرفه وارد عليه هعمل لكم على طول الفيديو ده، هرد لكم على الاسئله اللي التانيه. بردك سلام، دعاء، اي حاجه ان شاء الله. ربنا يخلي حبايبي كلهم ويقويني واعمل لهم اللي هم نفسهم فيه كله. كده بقى انتهت الاسئله يا جماعه. لايك اي حد عنده اسئله تاني يكتبها لنا وان شاء الله ان شاء الله ارد عليكم كده على طول. الفيديو ده ارد لك الفيديو التاني باذن الله. يلا سلام.